بعد أن انتهى عرض باب الحارة الجزء الثالث عشر وابتدأ التحضير لباب الحارة في جزئه الرابع عشر، كان يدور في عقل المشاهد سؤال واحد فقط، وهو أين أبو بدر وفوزية اللذان كان من المتوقع ظهورهما في الجزء الثالث عشر. فبعد بحث تبين أن أبو بدر بالفعل كان له دور كبير في باب الحارة 13، فجميعنا شاهدنا كلامه هنا. حكى معي حتى بالجزء 13 وبلكي بتكون معنا أنا ما في مانع. وأيضا كلام الكاتب وهو يعد بعودة قوية لأبو بدر. هي في بعض شخصيات رجعت، منها التقيت مع الأستاذ الفنان الكبير محمد خير الجراح، وحتى أن منتج العمل قبناد أكد على عودته. رجع معنا على باب الحارة 13. ولكن حصل خلاف بين كاتب العمل مروان قاووق ومحمد خير الجراح على شخصية أبو بدر، حيث أراد الجراح أن يشرف هو شخصيا على قصة أبو بدر في هذا الجزء، وأن يرى ما كتبه الكاتب عن هذه الشخصية باستمرار، ليعرف ما إن كانت ستكون عودة قوية ومؤثرة للأحداث أم لا. ولكن كاتب المسلسل بعد أن وعده بهذا لم يره الجراح مرة أخرى، وهذا ما قاله. أنا بس خلونا نشوف ورق وشفته للكاتب مروان قاووق وحكينا وحتى قدمت اقتراحات لعودة الشخصيات. فجميعنا يعرف أن أي كاتب سيناريو يرفض أن يشرف الممثل على ما كتبه، وهذا ما يعتبره إهانة له وتشكيك بقدراته، وربما بسبب طلب الجراح هذا تم استبعاده من الجزء الثالث عشر الذي كان متوقع أنه سيحظى بضجة كبيرة لو عاد هو وفوزية مع أبو غالب. ولكن كل شيء في باب الحارة متوقع الحدوث، فسيعود في الجزء الرابع عشر بالإضافة لعودة أغلب أبطال باب الحارة الأساسيين. فهل أنتم متحمسون لباب الحارة الجزء الرابع عشر أم ترون أنه يجب أن يتوقف، خصوصا بعد نجاح أعمال من نفس النمط مثل العربجي وزقاق الجن؟ أكيد رح يضل مستمر إلى ما لا نهاية، حتى المشاهد اللي حابب هالحالة يمل منا ساعات نحن بنوقف له.